تسريب جديد للحلقة الثانية من مسلسل دروب المرجلة الجزء الثالث. تصاعد خطير في الأحداث وصراعات تقترب من الانفجار. قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة واذكر الله في التعليقات. بعد التطورات الصادمة في الحلقة الماضية تبدأ خيوط المواجهة بالتشابك أكثر. زواج الشيخ شاهين قلب حسابات كثيرة، وطلاق مهاوش لخضراء فتح بابا لصراع جديد، بينما فشل مبروك في إقناع الشيخ صقر بالتخلي عن التمثال الذهبي الثمين الذي تقدر قيمته ب100,000 دولار. المفاجأة الكبرى كانت بقاء فزاع على قيد الحياة يتلقى العلاج سرا تمهيدا لعودة قد تغير موازين القوى. وهنا يدخل الشيخ رشاش على الخط مستغلا نفوذه لعقد اتفاق مصيري مع فزاع، اتفاق عنوانه المواجهة المباشرة. في الحلقة الثانية تتحرك الأحداث بسرعة أكبر. معلومات مؤكدة تصل إلى فزاع بأن قبيلة الفوازع تستعد لتسليم الآثار للجهات الرسمية، فيصدر القرار بقطع الطريق عليهم قبل وصولهم. كمين محكم وهدف واضح: السيطرة على الآثار بأي ثمن. وفي تطور آخر يتوجه العقرب لاستلام المال الذي وعد به، لكنه يكتشف أن تحركاته كانت مرصودة. مراقبة دقيقة تضعه في دائرة الخطر، مما ينذر بمواجهة غير محسوبة العواقب. الحلقة القادمة لا تحمل مجرد أحداث عابرة، بل مواجهات مباشرة وانقلابات مفاجئة وتحالفات قد تنهار في أي لحظة. الصراع يشتد، والقرارات القادمة ستحدد مصير الجميع. ترقبوا التفاصيل الكاملة والتسريبات أولا بأول حول مسلسل دروب المرجلة الجزء الثالث.